فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 7 وصلى ركعتين كان كعتق رقبة سيل الجامع ابن ماجه بزقبوا الزقبا كعبد الله بن عمر إن الزقبوا سراتشون الله يدلاتشون رسول عليه الصلاة والسلام قالوا إلال من قالوا من طاف بالبيت 7 ببيت الله 7 جزيت طواف يا درجة كان كعتق وصلى ركعتين ولا ركعة دمو كطواف مجرشا يسجد كان كعتق رقبة باريان قستو نساء اندا درجة يكتر الله تعالى سيل جامع لا إمام الألباني ياسكمتوت حديث ነው ስለዚህ طواف የሚባለው ነገር ከኡምራ ጋር ይሰራል ያለ ኡምራ ለብቻውም ይሰራል طواف ማለት በይቱላህ ዙሪያ ላይ ወይም መካ ላይ ካዕባ ዙሪያ ላይ የሚደረገው طواف ከሌላ የሱና አይነቶች በሙሉ እንደሚበልጥ የተረጋገጠ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህን ሐዲስ ተግባራዊ ለማድረግ طواف ላይ ድንበረታ ይገባል ካየናቸው ስለ ኡምራ ከምንመለከታቸው ሐዲሶች መካከል ይሄን እንደ 10ኛ የምንመለከተው ነው አላህ ያግራልን ድንበረታ ይገባል ለማለት ያህል ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ነብይና ሙሐመድ